السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحدوا الله. كلامنا النهاردة في حاجة مهمة جدا جدا جدا. حط جدا جدا دي تحتها مليون خط. ليه يا ستي؟ اللي هتسمعوه ممكن تكون اي ست بتحس بيه. صعب، مش بسيط. موضوعنا النهاردة عن واحدة بتشتكي من ايه؟ بتقول لي انا ساعة ما اتجوزت جوزي كنت بموت فيه وما زلت بحبه، مش بكرهه. والله هذا ما حصل، وما زلت بحبه ومش بكرهه. لكن بتحصل حاجات ليا غريبة الشكل. انا يعني جوايا انا عايزه جوزي، مش كارهاه. طب ايه يا ست اللي بيحصل له؟ قولي، فضفضي. بتقول لي ببقى قاعده مبسوطه مع اولادي وفي البيت وزي الفل وميت فل وعشرة. طب ايه اللي بيحصل؟ تقول اول ما بيخبط على الباب وبيدخل يركبني 100 عفريت، وما بقاش عايزه اشوفه ومش طايقاه وعايزه اتخانق معاه، مش عارفه ليه. وارتاح جدا لما يمشي مع ان انا بحبه، والله بحبه، وبدعي له ليل ونهار ربنا سبحانه وتعالى يطول في عمره ويشفيه ويعافيه ويخليه لينا. بس ايه اللي بيحصل لي ده انا مش عارفه. بعد ما بيخرج من البيت برتاح نفسيا، برتاح، مع ان هو نفسه يعني قال لي انا، اللي مراته يعني، قال لها بصي الطريقة اللي تعجبك يا بنت الناس قولي لي عليها وانا ما زعلكيش. شوفي انت عايزة ايه وانا اعمله. ايه، شوفي ايه اللي يريحك وانا اعمله. لو عايزاني اخد مكان جنب البيت واقعد فيه مفيش مشكلة، المهم يبقى قريب منكم ومن العيال. مفيش اي مشكلة بالنسبة لي، المهم تكونوا مبسوطين. لان انا عارف كويس جدا انك انت بتحبيني مش بتكرهيني. جايز حالة وهتعدي، جايز ظروف وهتعدي، جايز انت متضايقة، جايز. يعني هي كمان بتزعل موت لما جوزها يقول لها كده. يعني مفيش راجل بيحس بمراته بالمنظر الرهيب ده، ويقعد يواسيها ويقعد ياخد بخاطرها ويقعد يطبطب عليها لدرجة. يعني شوف، لما مثلا يكون راجل عايز مراته، أبسط حاجة إيه؟ زي الطيور كده، يشغل أغنية حلوة، يتكلم معها كلام كويس، يحضر أكلة حلوة، يجيب شوية مش عارف يعني في تلميحات مقدمات حلوة. تروح هي جالبة الدنيا، تروح هي أول ما تحس بكده تروح جالبة الدنيا وعاملاها خنيجة. هو أول ما يحس إن وشه هتغير تبص تلاقيه قفل التلفزيون أو قفل اللي عنده دوا، وراح الراجل خد بعضه ونام بدون أي حاجة أبدا، بدون أي مشاكل. قالت لي أنا بتعذب، أنا لما بلاقيه كده الإحساس عنده عالي وبيحس إني قبل ما بتكلم أنا بتعذب. أنا مش بايعاه، بالعكس والله. ده أنا بموت فيه ومش عايزاه يمشي من قدامي، وبتمنى طول ما هو بره البيت ابقى عايزاه على طول. يعني بقول امتى هيرجع، واول ما بيرجع النكد بيشتغل. بالعكس كمان ده انا اللي بخلق النكد. انا عايزه حل، انا عايزه اشوف ايه الحل للمشكله دي. نبقى قاعدين مبسوطين، واقول للعيال مثلا يا شيخ ده ابوكوا مثلا البيت وحش من غيره، يا رب يرجع يا رب. اول ما يخبط على الباب يركبني 100 عفريت وادور النكد عشان ما يقعدش معانا ولا يتكلم معانا ولا ياخد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايه يا بنتي في ايه؟ قالت لي والله يا حاجة انا كده على طول، اديلي 12 11 سنة بالمنظر ده. بقول لها هو مستحملك؟ قالت لي بالعكس وشايلني فوق دماغه. مش مستحيل، ازاي يعني؟ قالت لي والله شايلني فوق دماغه، وده اللي مخليني اتعذب. يمكن لو بيزعق، يمكن لو بيشتم، يمكن لو بيبهدلني، يمكن لو بيزعطني عندي بيت ابوي، يمكن لو قال لي اتجوز غيرك انا كنت ارتحت. لكن كل هو ما يبقى كويس معايا كل انا ما بتعذب.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت لها طب يا بنتي لما جيت قدام لك كانت ظروفك ايه؟ قالت لي بالعكس والله احنا كنا مبسوطين جدا، وكان راجل محترم وشاب محترم. وبصي كتير يعني احنا مثلا نقول عايزين كذا حاضر، طلباتكم حاضر، ما قصرش، بالعكس. قلت لها طيب اقول لك حاجة مهمة، في حد ساعة ما جيت اتفق معاكم او شاف الاتفاق دوا كان قاعد او حاضر او قالت لي طبعا. لا قلت لها مبدئيا يعني اول ما جه الراجل واتفق معاكم جاب لي الفاتحه قالت لي لا. طب قلت لها طب وبعدين؟ قالت لي لا كانت الامور ماشيه كويسه وزي الفل. قلت لها طب في قرايه الفاتحه ايه اللي حصل؟ قالت لي طبعا عمامي واخوالي وخالاتي ومرات خالي ومرات عمي كله كان قاعد. ومين تاني؟ قالت لي ولاد عماتي يعني بنات والكلام ده. قلت لها انت اكبر ولا هم؟ قالت لي لا هم اكبر، انا اصغر منهم بتاع 4 5 سنين. طب وايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟